السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عم صبري والد محمد كان موجود في الحادثة بتاعة برهيم، طريق برهيم. دلوقتي يا عم صبري في واحد اسمه نور رافع فيديو على صفحته وصفحة ديوان المنوفية بيتهمكم ان انتوا السبب في الحادث بتاع طريق برهيم، وبيقول ان محمد شاب طايش وكان بيسابق موتوسيكل هو واحد وكده وهو السبب في الحادثة دي، وطبعا التاني ليه اصابات كتير وبيقول ان محمد السبب يعني. فاحنا عاوزين نعرف محمد كان فين او كان رايح فين، وهل هو كان بيتسابق فعلا ولا لا، وهل هو يعني بتاع سباق ولا راجل شغال ولا ايه بالظبط. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابني كهربائي سيارات، ورشته قدام نقطة برهيم، وشريكه محمد شهاب البرد اللي واقف قدامكم دهوت، وهو ابني معروف، جزية عارفاه وطملاي عارفاه. انا من طملاي، محمد صبري من طملاي، برهيم عارفاه ومنوف عارفاه، الدنيا بحالها عارفه محمد صبري وكهربائي، ما هوش مستخبى على حد. ما بين الحادثه وما بين الورشه 200 متر مش اكتر، او 300 متر لو قستهم مش هيتعدوا 400 متر بالظبط. حته فين كان فين محمد او جاي منين اللي يفيدكم فيه اللي هو اخوه وشريكه في الورشه محمد شهاب. انا نزلت من على المكنه، من على المكنه، قال لي يا محمد هات المكنه اروح ادور عربيه عطلانه. فين يا محمد؟ قال لي قرب ال50. انا راجع بعد ما اعرفش ايه بقى ايه اللي حصل له، انا راجع بجري على اني مكن مش محمد دي، جريت لقيت محمد متدمر زي ما انتم شايفين كده. طبعا محمد هو عامل شرايح ومسامير في رجله. ايوه مركب شرايح وكان عنده نزيف على المخ. ونزيف على المخ اهو زي ما انتم شايفين. اللي كان فاقد ابني لحد دلوقتي يعني لسه راجع للوعي ليله امبارح، ما كملش 24 ساعه، وعامل عمليه استكشاف برضه في بطنه لان كان في نزيف داخلي. لان اخونا اللي رفع الفيديو بيقول ان هو وقع، او قالوا ان في حد قدام وقع. هو قال ان هو وقع اتخض، يعني نايم اتخض او اغمى عليه اتخض، أو بس اغمى عليه. لا هو واضح ان هو فيه اصابات كتيره، ربنا يشفيه يا رب. واحنا لسه داخل المستشفى ما خرجناش، واحنا معانا الفيديو اللي هو بتاع الحادثه اللي حصلت فيه الحادثه. انا عايز اعرضه للناس تشوفه، يوروه للناس المسؤوله ان ده غلطان ابني ولا ماشي مظبوط. شوفهم اللي كانوا الاثنين اللي كانوا راكبين الموتوسيكل، اللي هو نور، واللي كان سايق بيه الموتوسيكل اللي هو السبب في الحادث في ضرر ابني وفي ضرر نور اللي راكب وراه، والشخص الثالث اللي هو من برهيم والضرر وقع عليه راخر. تشوفوا اللي حصل بعينيكم وانتوا تكرروا، لانني فيه ابني دلوقتي الناس بتكلمني ان ابنك ازاي فاتح ورشه وطالع بيسابق، وانا ما ربيتش ابني على كده، ولا احنا بتوع سباق. ابني فاتح ورشته والدنيا بحالها عارفاه، ومش محتاج ان هو يسابق ولا بتاع لعب. محمد ابني سنه 18 سنه، حصل على دبلوم السنه دي والناس بحالها عارفه، كهربائي صنايعي معروف، منوف عارفاه، طملاي عارفاه، جزية عارفاه، في سيدي سارق، مدينة السادات. اسأل على محمد صبري بتاع مسابقات ولا راجل فاتح ورشة بياكل فيها عيش. طب هو يا محمد انا عايز اسألك سؤال، انت كنت تعرف او انت تعرف اصلا الشخص اللي خبط من التاني دوت التالت غير نور؟ المكنه اللي كان فيه مكنه عليها نور وواحد كمان، وطبعا نور دوت كان بيقول ان كان هو اللي سايق، وطبعا مش هو اللي سايق في الكاميرا. انت كنت تعرفه؟ ربنا ما اعرف حد فيه. ما تعرفوش خالص يعني؟ ده يدل ان انتوا ما كنتوش بتتسابقوا. والله ما اعرف حد فيه. طب هل يا عم صبري انت بتطالب بشيء؟ انا بطالب عشان في ملابسات في المحضر اللي اتقفل، اللي خد حفظ بالنسبه للقضيه اللي حصلت في المحضر اللي قام في المستشفى العام. انا محمد ابني ورشته ببرهيم والحادث في برهيم، على ما بلغوني وجيت المستشفى العام لقيت ان تم تصالح بناء على الناس جيرانه اللي في الورشه والناس اللي كانت في ورشته والناس اللي اتلمت.
لقوا ان الضرر يعني قالوا ان هو مضرور ونور مضرور. انا ما كانش عندي علم اقسم بالله ان معاه حد تاني راكب المكنه ديت وهو السبب في الحادث اللي حصل فيه الضرر على ابني وعلى نور وعلى التالت بتاع برهيم اللي انا ما اعرفوش. اذا كان حد يعرفه يوصل له او يقول لي هو مين. بناء عليه بصموا محمد ابني ونور. ما فيش حد بيتهم حد، ما حدش بيتهم حد. بناء عليه المحضر ده اتحفظ. ولما الفيديوهات دي ظهرت انا قررت ان انا افتح المحضر. عملت توكيل للمحامي وقدم طلب للسيد وكيل النيابه ورفضه. والنهارده قدمت طلب بفتح القضيه في مكتب المحامي العام، وانا بطالب ان القضيه دي تتفتح تاني وان الفيديو ده هو يتعرض على المسؤولين ونشوفوا مين اللي غلطان. نور كان ماشي فين هو وزميله اللي سبب الضرر عليه، اللي هو بيتهم ابني ان هو كان بيسابق، يشوفوا ماشي فين يمينه فين وابني كان ماشي فين حته. ده اللي هيبين لكم الحقيقه. وان ابني انا الناس كلمتني ازاي يا عم صبري ان انت ابنك فاتح ورشه وبالسابق على الموتوسيكل. طب هل ليك اي طلبات تانية يا عم صبري؟ طلب الوحيد ملف القضيه ينفتح تاني والفيديو ده يتسلم للمباحث والكاميرات تتفرغ واخد حق ابني من الشخص اللي هو سبب الخطأ اللي وقع على الثلاث اشخاص وهو ما فيهش خدش، نايم في بيته متعافي، او ان كان سهران ولا ان كان راكب موتوسيكل تاني وهيكرر حادثه تانيه وابني نايم في سريره زي ما انتم شايفين، كان نزيف على المخ وربنا سترها. وبعد منها رجليه شرايح ومسامير وتقرير المستشفى هيبين لكم كل حاجه. وبعد منها عمليه استكشاف للنزيف اللي كان في بطنه. الف واللي اقدر اقوله اللي انا بقوله واللي انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، ما اقدرش اقول اكتر من كده.